اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الصلصه هرسه الشطه الجميله القمر دي، بسم الله ما شاء الله، خطيره. فلفل حامي وفلفل بارد الوان. يلا بينا نشوف الطريقه. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى هرسه الشطه جميله، طريقه سهله وبسيطه جدا. جبت الفلفل البلح ده جميل قوي وملحم كده وجميل. والفلفل الالوان ده ما شاء الله جميل برضو، عشان ايه؟ يعني هو خليط من الاتنين كده، حامي على بارد. انت عايزاه حامي كله اعمليه كله حامي. هحط معلقه كمون ومعلقه كزبره، معلقه ملح ومعلقه سكر، وهحط ربع فنجان خل، وافرم الكلام ده كله مع بعض. الهرسه بتاعتنا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله جميله. انا مش حاطه فيها توم علشان اللي عايز هريسه من غير توم يعرف ايه يتعامل معاها، ولا حاطه ليمون عشان الليمون بيمرر فيها. انت كده عايزه تحطي فيها على المحشي حطي اللي انت عايزاه بقى. عايزه بالثوم زي المخللات البتنجال والسمك وكده حطي بقى توم، بس دي جميله وبتعيش معاكي وبتستعمليها في كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. جميله، وحاطين السكر فيها ماده حافظه. عايزه تحطيها في الفريزر حطيها، في باب التلاجة حطيها، جميله وهتعيش معاكي. انا عباها في البطرمان بتاعنا، واحط على الوش زيت عشان يحميها من الهواء والرطوبه. جميل جدا. بتنفع في كل حاجه، المخللات البتنجال السمك، صلصه المحشي، اللي انت عايزاه حطي فيها اللي انت حباه. بسم الله ما شاء الله جميله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في منوعات ماما نادية.